السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية، ويجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى حبايبكم وعلى ولادكم يا رب، وعلى كل اللي انتوا بتحبوهم وعلى أمة محمد يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. عايزة أشكر كل الناس اللي اشتركت عندي، أشكرهم شكرا جزيلا. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب، أكون عند حسن ظنكم. وعايزة أشكر أختي العزيزة اللي هي من السعودية، من البلد الحبيبة، أم عبد المجيد، حبيبة قلبي. علقت لي وبعتت لي وشجعتني وقالت لي أنا هشوفك وهتابعك دايما يا أم يوسف، وأنا بحبك وأنا كمان بحبك يا حبيبة قلبي في الله والله. وربنا يا رب أكون عند حسن ظنك يا حبيبتي، ودايما كده نكون في الخير مع بعض، وربنا يا رب كده يقدرني ان انا دايما اكون عند حسن ظنكم. شكرا قوي يا ست ام عبد المجيد، وشكرا على تعليقك الجميل، وربنا يوفقك ويطمنك على حبايبك يا حبيبتي، ودايما اطمن عليكي وبصحة وبعافية وبخير يا حبيبة قلبي. النهارده بقى هوريكم التتبيله بتاعتي اللي انا بعتمدها على طول. التتبيله دي ما بغيرهاش، ويمكن كذا فيديو هتشوفوها نفس التتبيله دي، ما بغيرهاش لان التتبيله دي تحفه 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 تحفه. ممكن تشيلوا منها، يعني انا النهارده ما عنديش فلفل حامي. انا دايما عامه بحط واحد حامي وواحد رومي. انا النهارده ما عنديش فلفل حامي للناس اللي بتحب السبايسي. الناس اللي ما بتحبش السبايسي تحط فلفل رومي عادي. عندي وراك فضلة خيركم 5 وراك كده، غسلاهم ومنضفاهم ومخليهم زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هتبلهم شوي. احنا ما بناكلش الوراك الا لو لا مشويه لا مسلوقه. احنا مانعين التحمير من زمان، ماشي، لصحتنا والمرض. ربنا يكفيكوا شر المرض يا رب، والحمد لله على كل حال. نحمد ربنا ونشكره. عندي 5 وراك فضلة خيركم، هتبلهم شوي وهبيتهم في التتبيله وهشويهم بكره ان شاء الله الصبح باذن الله. ماشي يا حبايبي. عندي كده 5 وراك، عندي هنا 3 طماطمات، وعندي قرنين فلفل رومي، وعندي ليمونيه، وعندي كيسين كاتشب. دول تحطيهم لما تحطهمش، هم عندي بصراحه ومش بستعملهم. كان ابني جايبهم في وجبه، فقلت استغلهم واحطهم مش هيخسروا. انت عايزه حطي معلقه كاتشب، عايزه تحطي معلقه صلصه حطي. اختياري يعني، مفيش مشكله. لو مش موجود استكفي بالطماطم. قرنين فلفل رومي، لو بتحبي الحراق حطي قرن سبايسي بيديها طعم حلو قوي وبتبقى طعمها جميل بصراحه. عندي بصلتين اهم زي ما انتم شايفين كده وسط مقطعاهم. هنا بقى البهارات بتاعتي، معلقه بابريكا. البابريكا دي بقى للامانه عشان ابقى امينه معاكم برضو، انتوا شايفينها بابريكا، هي بابريكا وسماق. انا بجيب السماق من عند العطار صحيح زي العدس، هو كده غامق، بطحنه في المطحنه وبضيفه مع البابريكا للشوي بيبقى حلو قوي. فعندي معلقه بابريكا كبيره، يعني يعتبر معلقه مشكله سماق على بابريكا. لو ما عندكيش سماق ما فيش مشكله برضو. عندي معلقه فلفل اسود، عندي معلقتين سكر. ما عندك يعني عندك عسل ابيض حطي، ما عندكيش عسل ابيض حطي سكر. معلقتين سكر، معلقه بهارات فراخ، معلقه ملح، وهنا معلقتين زيت هحطهم على كل البهارات دي والحاجات دي بعد ما اضربها بقى في الكب. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هضرب البصل لوحده، وبعد ما اضرب البصل لوحده هضرب الفلفل لوحده، وبعدين هضرب الطماطم لوحدها وهحطها في الصينيه، وبعدين نضيف عليها كل البهارات دي. فانتوا هتبقوا معايا يا حبايب قلبي. استاذنكم دقيقتين 3 بس اضرب الحاجه في الكبه وارجع لكم. ماشي حبايب قلبي؟ يا رب اكون عند حسن ظنكم يا رب يا رب يا رب. بصوا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده، البصل لوحده، الفلفل لوحده، الطماطم لوحدها. هنروح ضايفين كل البهارات بقى دي عليها كده، ونروح بقى ايه حاطين برضو شويه زيت. معلقتين السكر دول بيعدلوا الطعم وبيخلوها حلوه، بتحمر معاكي بسهوله كمان وبقى طعم. والليمونه ضربتها مع الفلفل بقشرها كله، ولا تقلقي ولا هتمرر ولا اي حاجه. اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. التتبيله دي تحفه 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 تحفه. وتروح حتى كده بتاع معلقتين 3 زيت بس كده، مش اكتر من كده. ونجيب بقى الوراك ونتبلها، وهنسيبها نبيتها للصبح ان شاء الله باذن الله في التتبيله.
اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ببركة سيدنا محمد. ايه رأيك يا ست ام عبد المجيد؟ ربنا يخليهولك يا رب يا حبيبة قلبي. وقولي لي بس سنه قد ايه؟ متجوز ولا لسه؟ قولي لي كده عشان يبقى في تواصل بينا يا حبيبتي. والله سعيدة قوي برسالتك وسعيدة بتعليقك جدا جدا جدا، مش قادرة اوصف لك يعني. ربنا يكبر خاطرك ويفرح قلبك يا حبيبتي. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده. نجيب بقى الوريك كده ندعكها. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. عارفين بقى بصور بايد وبشتغل بايد، فالموضوع مش صعب، بس ايه يعني ببقى حريصة ان انا ابين كل حاجة اهو. ماشي حبايبي، وهنبيتها بقى ان شاء الله للصبح كده في التلاجة، والصبح باذن الله ندخلها الفرن مع بعض على درجة حرارة 180 الرف الوسطاني. بسيبها في الرف الوسطاني من غير ما اغطيها ولا اي حاجة، تاخد لها بتاع ساعة، ساعة وربع، وبتبقى زي الفل. طبعا انا عاملاها عقانة قبل كده، بس والله من وقت لاخر لما بعملها بحب افكر الناس بيها، لان التتبيلة دي حلوة قوي، وتبقى البهارات بتاعتها مظبوطة، والملح وكله كله مظبوط، بتبقى تحفة. حتى بنتي بقت تعملها اهو. دول 5 وراك فضلة خيركم ما شاء الله. وهعمل جنبهم شوية فاصوليا بيضة، يعني هنقع كمان الفاصوليا. فاصوليا او لوبيا لازم تنقعيها من بالليل عشان تنزل النشا والسموم بتاعتها. لازم تنقعيها من بالليل، الصبح تغيري ميتها وتعلقي عليها تتسلق بس كده. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. وجنبها بقى شوية رز. انا بعمل حلة رز كبيرة بتبقى عندي في التلاجة، كل يوم بناخد منها شوية، ما اعملش رز كل يوم بصراحة اهو. بألف هنا وشفا زي الفل اهي. والتتبيلة ريحتها مش قادرة اوصف لكم ريحتها عاملة ازاي اهي. عبال ما تقعد بقى للصبح بتشرب بقى من التتبيلة وتشرب من الملح وبتطعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤقتا لغاية بكرة ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله يا حبايبي. حبايب قلبي دي الوراكة اهي اللي احنا تبلناها، دخلناها الفرن تاني يوم الصبح على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. خدت ساعة ونص. حطيت على كل صينية نص كوباية مية. لو عايزة مية تاني حط لها لغاية ما تستوي وتاخد اللون الجميل ده. انا عملت واحد هنا في الصينية الصغيرة دي، و4 هنا لان الصينية ما شالتش. الصينية بتاعتي الكبيرة اللي بعمل فيها دايما فيها حاجات. ماشي حبايبي، بصوا السوا، بصوا 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 ما شاء الله. بصوا بصوا تحفة. والريحة مش قادرة اوصف لكم. بصوا الدخانة طالعة منها ازاي، يعني تمسكيها كده بصوا العضمية تسيب. بصوا بصوا اهو، شايفين ما شاء الله. بألف هنا وشفا حبايبي. الوصفة دي تحفة والتتبيلة دي رائعة، اعملوها اعتمدوها والله هتعجبكم جدا. قلت ايه اوريها لكم. وعملنا الفاصوليا، بس الفاصوليا سهلة مرضتش اصورها واوريكم. نقعتها من بالليل وتاني يوم الصبح سلقتها، وجبت بصلايه خرطتها على ايديا. دايما لما تبقى الحاجه قليله بخرط البصلايه على ايديا. بحب التخريط بصراحه للحاجه ديت. بحس كده ان البصل بيبقى ليه طعم وهو متخرط. بصوا الفاصوليا اهي سلقتها. بعد ما سلقتها حمرت البصلايه، شوحتها كده يا دوبك بقت صفرة. حطيت عليها 3 4 طماطمات ضربتهم في الخلاط، سبكوا. رحت حاطه الفاصوليا، خدت غلوه وطفيت عليها ملح وفلفل وواحده ماجي اللي بيحب الماجي، وحطيت معلقه سكر صغيره. وعندنا بقى الرز في التلاجة فمش هنعمل رز. وبألف هنا وشفا يا حبايبي. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير، واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وقولوا لي ايه رايكم في التتبيله دي. تحفه تحفه تحفه، مش قادره اوصف لكم تحفه قد ايه. ومتشكرة جدا لكل الناس اللي بتعلق لي، ومتشكرة جدا لكل الناس اللي اشتركت عندي. ربنا يوفقكم يا رب ويصلح حالكم ويجعلها سنة حلوة عليكم وعلى حبايبكم. ومتشكرة جدا لكل الناس. وقولوا لي بتتابعوني منين عشان اشكركم جدا جدا جدا. زي صاحبتي اللي بتتابعني من السعودية، ربنا يبارك في عمرها، ام عبد المجيد، ويخلي لها اولادها يا رب، ودايما كده اسمع عنها كل خير. حبيبة قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.